بسم الله الرحمن الرحيم. انتشر في الفترة الأخيرة مقاطع ودعاية لأحد المعالجين في منطقة القصيم يدعي أنه يعالج الجلطة ويعالج تسكر الشرايين ومجموعة من الأمراض، وأنا أعاني من رعشة بسيطة في اليد اليسرى، فتوكلت على الله وذهبت إليه بحسب الشهرة وهالسمعة اللي حاصل عليها الرجال والمقاطع اللي انتشرت للدعاية له. وصلت إليه وبدون أي سؤال قال لي شيل ثيابك، وقمت وشلت ثيابي، والرجال لا قام لا وسم ولا لمس اليد ولا لمس جسمي ولا سوى شيء نبت، حمى الأصياخ وقام يشوي فيني من رقبتي إلى أصابع رجليني. يوم خلص شاوي من رقبه تحت قال لا البلا ما هو منهن، البلا من راسك، وقام أحط فيني مساوي برضه بالراس والأظافر ولا خلى شيء بجسمي. وبعدين شوي تشوفون اللي سواه، وهذا للعظة والعبرة وأن الواحد ياخذ حسابه. وأنا كنت قبل رحت لسلامة الجهانية اللي بالمدينة وقال مالك كوي، بس تعرفون الإنسان إذا كان مريض يسعى للشفاء، وتوهقت ورحت لها الأجودي هذا اللي ما عنده أي خبرة ولا عنده أي علم بهالنوعية من العلاج. وهذه النشر لا تشهير ولا أشكي ولكن لتعظ الناس يأخذون حذرهم من الناس الجهلة اللي ما عنده خبرة ولا عنده علم بهالشيء هذا. وبوريكم الحين اللي بجسمي. هذه مجموعة الكي اللي قام بكي ظهري. شوفوا الكويات غير منظمة وغير معروفة السبب ولا له مكان معين تقول انه يصيب هدف، بدون تعليم ودون اي حاجة. وهذه اليد نفس الشيء، شوفوا يا اخوان، وهذه اليد الثانية نفس الشيء، وهذا اللي بالراس. هذه الاظافر بعد نفس الشيء، الاظافر ثبتي. وهذه الرجلين نفس الشيء ما خلى مكان فيها، والمرض رعشة باليد. وبعد ما خلص من اليدين والرقبة والظهر قال البلا من راسك. طيب لا صار البلا من راسي وش تبي الباقي؟ ليش تشوين كذا الشوي؟ والله يا اخوان شيء لا يخطر على بال بشر. طبعا بعضكم بيحط الملامة عليه يقول ليش ما وقفته؟ تعرفون الكي تحس بأول اللسعات وبعد لسعتين ثلاث ما يحس جسمك كذا.